بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها قيام طائرتين تركيتين بقصف مظلوم عبدي لدى وصوله مطار السليمانية في شمال العراق، ومعه 3 جنرالات أمريكيين. يبدو أنها رسالة تركية لأمريكا ولإيران ولمظلوم عبدي، ولكن طبعا الحكومة التركية لما قصفت المطار لم تقصف الطائرة في الجو، لأنه يبدو هذا الواضح أن تركيا كانت تعلم أنه بداخلها جنرالات أمريكان وفيه جنرالات فرنسيين وألمان، يعني شوف كلهم اجتمعوا حلف واحد لتقسيم بلاد المسلمين كما نشاهد. مظلوم عبدي نجا من هذا الهجوم، وطبعا واضح أنه كان تركيا لم تستهدف قتله، لأن لو كانت تريد قتله كانت يعني قصفت طائرته وهو في الجو، لكن كان سيقتل 3 جنرالات أمريكان، وهذا سبب أزمة مع أمريكا. وتركيا الآن مقبلة على انتخابات، والأمور لا تحتمل مثل هذه الصدمات الآن في الأوقات الخاصة بالانتخابات إلى آخره. فهذا هو مظلوم عبدي، هو قائد قوات قسط اللي هي موجودة في شمال سوريا، وهذه قوات شيوعية، وهي عبارة عن تقول نحن قوات سوريا الديمقراطية، لكن لا الشعب السوري اختارها ولا شيء. يعني هي المسلمين العرب تقتلهم قتلا، يعني كراهية شديدة جدا، حاجة عجيبة جدا. يعني هي تسمح بالسريان المسيحيين عملت لهم ميليشيا، الأرمن المسيحيين عملت لهم ميليشيا، الإيزيدين اللي يقال أنهم يعبدون الشيطان عملت لهم ميليشيا. طب المفروض هي تعمل العرب المسلمين ميليشيا، لا، العرب المسلمين تطردهم، رغم أنهم موجودين في هذه الأراضي يعني من قبل الدولة الرومانية والبيزنطية والفرس إلى آخره، والحضارة البابلية والسومرية والأشورية، كلها حضارات عربية قبل ما يكون مظلوم عبدي هذا موجود. بل الأغرب أنه المسلمين لما حصل الرئيس الفرنسي تطاول على الرسول، خرجت مظاهرات في المناطق الخاضعة لسيطرته ضد الرئيس الفرنسي، مظاهرات تعبير عادي يعني خالص، فإذا به يأمر قواته بإطلاق نار الحي الرصاص على المتظاهرين. تخيلوا. فأنا لا أعرف يعني ما سر عداء الإسلام، يعني أنت مسيحي، أنت إزيدي، أنت أرميني، أنت هذه المناطق منطقة ما بين سوريا والعراق وتركيا، دي هذه مناطق جبلية. فكان يهود السبائية لما عملوا الانقلاب العسكري على سيدنا عثمان، وبعد ذلك جاءت الدولة الأموية ودخلوا في حروب معها، فتحصنوا بالجبال، منهم من ذهب إلى قم وذهب إلى خراسان، ومنهم من تحصن بهذه المناطق. فتجدون هذه المناطق كل جبل له سكان مختلفين عن بعضهم البعض. أي مكان مفروض هو ينسى هذه الأمور التاريخية ويتعامل مع المسلمين، هو يقول ان انا بعمل دولة كردية، فمفروض يعني تكون متسامح مع الكل، لكنه يتسامح مع الكل، بل يؤسس ميليشيا لكل مجموعة دينية إلا المسلمين فقط، يمنعهم من هذا. وطبعا قوتهم ليس فيها محجبة واحدة، ممنوع أصلا، ممنوع بشكل تام، وممنوع عندهم الزواج ويبيحون الزنا وكل شيء، يعني شيوعية كاملة كتلك التي كان ينادي بها عبد الله بن سبأ لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبعد ذلك لما أقاموا دولة القرامطة اللي هي دولة شيوعية كاملة. والأمر متكرر، والعالم الآن يحكمه هذه الأفكار، الإباحة التامة للعلاقات الجنسية والزواج واللواط إلى آخره، يعني كل هذه الأمور. يعني هنا في موقع كردستان 24 إعلام عراقي: نجاة مظلوم عبدي من محاولة اغتيال في السليمانية. وأعلنت مديرية مطار السليمانية الدولي وقوع انفجار قرب السور الخارجي للمطار من دون أي إصابات، يعني لم يتم الهجوم داخل المطار. طبعا هذا هو مطار السليمانية، واحنا هنأتي الوضع في مدينة السليمانية، سكانها من المسلمين الأكراد السنة، واللي نفذ الهجوم طائرتين تركيتين. طبعا الطائرتين التركيتين لم تقصفا داخل المطار، لأنه هذا سبب أزمة دولية. انتبهوا، مطار السليمانية مطار مدني، والقصف فيه طائرات بقى فرنسية، طائرات أمريكية، طائرات صينية، طائرات روسية. يعني أي مطار في أي دولة في العالم عمليا هو ليس ملك الدولة، دي سلامة الطيران الدولي، لأنه المطارات يرتادها ركاب من جميع جنسيات دول العالم. فالمطارات المدنية ليست مجالا للقصف حتى في الحالات المدنية، حتى في حالات الحروب، يعني إلا بقى إذا كانت أمريكا فلا تعبأ بأحد، لكن في الآخر هذا يوقعك في مشاكل مع كل دول العالم، أنه تعريض المطار نفسه. ولذلك حتى لما أمريكا قصفت مطار بغداد وقتل قاسم سليماني، قتلته خارج المطار، لم تقتله داخل مطار بغداد نفسه، قصفت خارج المطار. تركيا أيضا لما قصفت خارج المطار. هنا حضراتكم عملية القصف الدخان، تعالوا نشاهد. أود كلاكيا وجويكا باز دكان دلنكا
لەگەڵ یەک دوو برادەرە لەوێ قسەم کردووە دەڵێن چیان لە ناو مەتاڕی چیان لە دەرەوەی مەتاڕە بینی علوجەکان و مەتاڕی سلێمانیە تایارەکانیشە لە ئێستێدا فڕۆکەکانی ئەوێ هەمووی بڵاو پێکراوە هەمویان هەڵسانەوە هیچی تیان نەماوە. هذه الخريطة توضح لنا أن الطائرات التركية سارت في الأجواء العراقية 350 كيلومتر، ولكن الأمريكان إما لم يسقطوها لأنه الجيش الأمريكي موجود في شمال العراق، إما لم يسقطوها وإما الرادارات الأمريكية لم ترصدها، أيا ما كان الله أعلم. فالذي حدث أن الطائرات التركية انطلقت وصلت إلى السليمانية. طبعا في مدينة كردية أخرى اللي هي مدينة أربيل، ولكن انتبهوا أن السليمانية بيحكمها شيوعيين متحالفين مع إيران، أربيل بيحكمها علمانيين متحالفين مع تركيا، وهذا هو الإقليم الكردي في شمال العراق في هذه المنطقة، وهو إقليم مقسم إلى قسمين. مظلوم عبدي جاء من مدينة الحسكة إلى السليمانية، فالطائرات التركية هي راقبته وتتبعته حتى وصل إلى السليمانية وحصل القصف في هذه المنطقة. إذن تركيا كانت تستطيع أن هي تسقط طائرته طوال هذا المسار كله، إلا أن تركيا لم تفعل لأن الطائرة فيها جنرالات أمريكان. هنا أيضا الخريطة حضراتكم تشرح أكثر. العراق عمليا مقسم 3 أقاليم، القسم اللي في الأسفل اللي هو الشيعة العرب، والقسم باللون الأحمر المسلمين السنة العرب. شو أمريكا مقسمة على أساس العرق ثم على أساس الدين على أساس كذا، وهؤلاء يعني ذبحوا ذبحا، يعني قتل منهم 2 مليون مسلم وطرد منهم 4 ملايين مسلم. إيران يعني لدرجة في مدينة المسلمين السنة العرب يريدون العودة إليها، الميليشيات الشيعة تقول لهم لا، بل خرجوا في مظاهرات يعني منعوهم عن الصناعة خاصة له حلقة. وبعدين المسلمين السنة الأكراد، يعني هم قسموا المسلمين السنة الأكراد والعرب، يعني ليه حتى تستطيع أنك تفترس كله طرف على حدة. يعني الأكراد لهم 3 محافظات، محافظة السليمانية، محافظة أربيل، محافظة دهوك، كان معهم محافظة كركوك للأسف إيران أخذتها. يعني حتى الأكراد أمريكا قسمتهم قسمين. شوف، أكراد عرق واحد ودين واحد، مسلمين سنة، وهم 3 محافظات، 5 مليون. 5 مليون يا جماعة يعني أقل من مدينة أنقرة التركية. الإسكندرية يعني تعمل يعني لما تقسم مدينة اسكندرية في مصر قسمين مثلا، فأنت بتتكلم أمام كيان هش جدا ضعيف جدا. يعني لو قسمنا اسطنبول تعمل 3 من هذا، فيعملها 3 دول يعني دي كلها، لكن الأمريكان حتى ال5 ملايين كردي لم يتركوهم الأمريكان. الجيش الأمريكي موجود في هذه المناطق. الجيش الأمريكي أنشأ ميليشيتين وهذا من عهد صدام. يعني حتى الأمريكان حتى قبل أن يسقط صدام وقبل أن يحتل العراق وهم يعملون على تجزئة الأكراد، أنه حتى لن يسمح بدويلة كردية هكذا، يعني لما دخلوا حرب مع بعض، وهذا الذي نشاهده. فجرى تقسيمه إلى ولاية السليمانية أو محافظة السليمانية وحكومة أربيل ومعها دهوك. طبعا حصل حرب بين الطرفين، وهنا أربيل استعانت ببغداد يعني بصدام حسين لما كان موجود، والآن بتستعين بتركيا. السليمانية اللي بيسيطر عليها الشيوعيين بتستعين بإيران، والحرب شغالة. فحتى في هذا الإقليم الصغير جدا اللي فيه 5 مليون فقط، يعني حي الفتح في اسطنبول، هذا الإقليم مقسم أصلا قسمين كما نشاهد بحكومتين. ولذلك حكومة أربيل هتعلن أن موقف تركيا صح، وأن احنا كحكومة أربيل اللي مفروض وفقا للدستور نسيطر على السليمانية، نحن لا سيطرة لنا عليها. تعالوا نشاهد بيانهم. هنا المتحدث باسم حكومة أربيل في موقع كردستان 24، بيان من المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بخصوص استهداف مطار السليمانية الدولي. يقول ماذا؟ يجب إعادة سلطة الحكومة، حكومة أربيل، وتثبيت حكم يليق بأهل السليمانية. يعني الميليشيا الموجودة في السليمانية ميليشيا سيئة. نص البيان: هذا الوضع المريب يأتي نتيجة احتلال مؤسسات الحكومة في السليمانية واستخدامها في أنشطة غير قانونية، وأن هناك سلطة حزبية اللي هو الحزب التابع لجلال طلباني المفروضة في حدود السليمانية، وأن تركيا أغلقت المجال الجوي أمام مطار السليمانية الدولي ومن ثم استهدافه، مواطنون يدفعون ثمن هذه الأخطاء. ثم يقول: يجب إعادة سلطة الحكومة، حكومة أربيل، وتثبيت حكم يليق بأهل السليمانية ويكون في مصلحة الأهالي وخدمتهم. طبعا أمريكا التوقيع دكتور جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق. طبعا أمريكا لن تسمح بهذا أصلا.
يعني هذه الرسالة التي نقولها للمسلمين الأكراد داخل تركيا، أن أمريكا لم تسمح ل5 مليون كردي أن يتوحدوا، لن تقوم دولة في ديار بكر ولا هذا. حتى لو تركيا نفسها وافقت، أمريكا هتعمل 3 4 دويلات في كل مدينة كردية، تعملها دويلة هكذا المنظر يعني. هنا حضراتكم خرجت مظاهرة ضد فرنسا في مناطق اللي قضى على سيطرة قصد هذه، انه فرنسا بتطاول على الرسول وشيء من هذا القبيل، فاذا بهذا يطلق الرصاص عليهم. هنا في تلفزيون سوريا قصد تطلق النار على متظاهرين خرجوا للتنديد بالاساءة للنبي. وهنا مظلوم عبدي راح كتب تدوينات انه يشكر الرئيس الفرنسي، ساعد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في حماية المسلمين. لا والله، ذبح المسلمين، حماية المسلمين تنظيم الدولة، ولعب دورا رئيسيا في هزيمة التنظيم وحماية القيم الإنسانية. القيم الإنسانية مين يا؟ هنا الأستاذ أحمد حسن قال نفت قصد لهذه الميليشيا الشيوعية تعرض قائدها العام مظلوم عبدي الاستهداف في مدينة السليمانية في إقليم كردستان، وجاء في البيان أن الأنباء التي تدعي استهداف مظلوم عبدي في مدينة السليمانية عارية من الصحة، وأنه على رأس عمله حاليا، وأن الهدف من نشر هذه الأخبار الابتزاز السياسي ضد بعض القوى في إقليم كردستان العراق. هنا في تركي بريس، تركيا تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام رحلات مطار السليمانية. تركيا قالت أن المطار أصبح وقر نشاط هذه الجماعات، فأصبح كل الطائرات القادمة من أوروبا من ألمانيا إلى آخره بتهبط في تركيا ثم تكمل إلى السليمانية. فتركيا أوقفت هذا، يعني ممنوع أي طائرة تأتي من مطار السليمانية إلى تركيا أو من تركيا إلى السليمانية. وهذا مهم، لماذا؟ لأنه مطار السليمانية أصبح غير آمن، يعني في هذه الميليشيات المسلحة، فممكن يضعوا لك متفجرات في طائرة، ممكن يضعوا أسلحة، ممكن يقوموا باختطاف شخصيات، ممكن تحصل مصيبة. وفي هذه الحالة بقى إذا طائرة انفجرت فوق أراضي تركيا ولا شيء من هذا القبيل، سوف تكون تركيا في تحقيق ومن المسؤول ومن أسقط الطائرة إلى آخره. وأمور الطيران لا تحتمل هذا العبث، لأن دي أمور تخص دول، وركاب الطائرات بتبقى من دول مختلفة وشركات التأمين إلى آخره. فبالتالي تركيا قالت أي طائرة تمر من وإلى السليمانية لن أقبلها. فبالتالي هذا يؤدي إلى حصار أهل السليمانية. للأسف أهل السليمانية مسلمين، ولكن المسلمين مطحونين. يعني إيران هي التي تدير السليمانية، وأمريكا هي التي تدير الحسكة، والعلمانيين هم الذين يديرون أربيل. يعني لن تجد المسلمين الأكراد لم يسمح لهم أبدا بانتخاب حكامهم كباقي المسلمين. يعني في العالم الإسلامي كله لم يختار أحد حكامه هو المسلمين الأتراك بعد 100 سنة من خلع السلطان عبد الحميد، سمح بعد انقلابات بانتخاب رئيسهم، فانتخبوا أردوغان. في مصر انتخبنا مرسي، أعدموه. ماليزيا يعني الصين هي اللي بتحكم. غزة فيها انتخابات، حصل فيها انتخابات، والأولى والأخيرة يعني. فالعالم الإسلامي كله يعني المسلمين الأكراد أيضا لم يسمح لهم أبدا بانتخاب من يحكمهم. للأسف الشديد نحن بلاد تحت الاحتلال. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا كتاب مذابح الأرمن ضد الأكراد، لأن الميليشيات الشيوعية الأرمنية ارتكبت مذابح، والجواسيس البريطانيين والأمريكان والفرنسيين والروس في الحرب العالمية الأولى كانوا موجودين في هذه المناطق ليكتبوا تقارير لدولهم كي يحددوا حركة الجيوش يعني. فكتبوا تقارير حقيقية بما حدث كي ينقلوا الصورة للحكام في هذه الدول لاتخاذ القرارات الصحيحة لمصلحة المعارك العسكرية. أرجو الاستماع لهذا الكتاب، وده تأليف دكتور مصري. هنا في رسالة على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحات على الفيسبوك وتويتر، رابط قناة تليجرام، أرجو الاشتراك في القناة. هنا قناة فيديوهات الوثائقيات التاريخية، أرجو أن تشاهدوها الأمات في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.